العلاقة هي الرابط اللي بيجمع الناس ببعض، هو اتصال بين الأفراد سواء أهل، أحباء، أصدقاء أو جيران أو أي شخص تجمعك بيه معرفة أو تواصل. العلاقات أنواع، بس أنا هكلمكم عن العلاقات المهمة في حياتنا. وأهم أنواع العلاقات هي علاقتنا بربنا، أهم حاجة في الدنيا وأهم حاجة لازم نهتم بيها في حياتنا هي إن علاقتنا بربنا تكون كويسة. هنغلط ونتوب، هنبعد ونقرب، بس ما ينفعش ننفصل أبدا. علاقتنا بربنا بتبدأ من يوم ميلادنا لأننا اتخلقنا من روحه، فدايما في رابط قوي وعلاقة مستحيل تنتهي. حتى لو بنغلط فكلنا خطائين، بس خلي دايما في رابط مع ربنا. ما تبعدش وتقول ربنا مش هيسامحني، ربنا غفور رحيم. خلي روحك نقية لأن هو اللي عالم بينا وباللي في نفوسنا وقادر إنه يبدلنا من حال لحال. اوعى تيأس أبدا وشيطانك يوسوس لك إنك خطاء وربنا مش هيسامحك. اوعى تنسى إن ربنا غفور رحيم. إنما علاقتنا مع البشر فبتتقسم على حسب قرب الشخص مننا وبتكون درجات، وكل ما الدرجة تعلى معنى كده إن العلاقة قوية جدا. أول درجة هي درجة الأهل، أقرب الأقربون، أسرتك وعزوتك في الدنيا، زوجتك، والدك، والدتك، أولادك وإخواتك. علاقتك بيهم ما بتتقارنش مع أي حد مهما كانوا قريبين منك. يعني من الآخر كده ما ينفعش تفوت قعدة حلوة مع مراتك أو خروجة لولادك عشان صاحبك عايزك في مشوار أو تتفرجوا على ماتش في القهوة. خلي بالك انت كده بتبوظ العلاقة وبتقطع رابط قوي جدا بسبب حاجة مش مهمة وممكن تتأجل. أو باباك ومامتك بعد ما كبروا وعلموا محتاجينك تقضيلهم طلب وانت مكسل أو ملكش مزاج دلوقتي. خلي بالك انت كده بتبوظ العلاقة، وهم يا عيني هيتحسروا على مجهودهم في تربيتك وتعبهم معاك العمر ده كله وممكن يغضبوا عليك. استفدت انت ايه بقى؟ خلي بالك من علاقاتك. أو إخواتك السند والعزوة يكونوا في مشكلة وطالبين مساعدتك وانت ما تهتمش بيهم ولا تفكر تساعدهم، فخلي بالك انت كده بتبوظ العلاقة. العلاقات كمان مش مقتصرة على الأهل والصحاب، في ناس بتربطك بيهم علاقة حتى لو مش قوية، بس لازم تكون موجودة ويكون موجود فيها احترام وتقدير واحترام لمشاعر الآخرين، زي أصحابك في الشغل، أصدقائك في وسائل التواصل الاجتماعي، أو جيرانك أو الناس اللي بتقابلهم في الشارع أو بتشتري منهم طلباتك. فهي علاقة مدتها قصيرة بس لازم تحافظ عليها برضه. العلاقات في حياتنا مهمة جدا لأننا مش عايشين الحياة لوحدنا، طول ما في حياتنا ناس لازم نتأقلم ونتعلم إزاي نحافظ على علاقتنا معاهم. الموضوع محتاج شوية تضحية عشان تقدر تحافظ على العلاقة دي، ودي مش مشكلة صعبة طالما بتحب الشخص ده وحابب علاقتك بيه تستمر. فلازم تتعلم ازاي تحافظ على وجوده في حياتك. انا مش هعرفك ازاي تحافظ على علاقاتك العائلية، لانك لو محتاج مني او من اي حد نصيحة معنى كده ان عندك مشكلة، فلازم الاول تحل المشكلة دي وبعد كده هتعرف ازاي تود اهلك. انما هتكلم على العلاقات العامة مع الناس زي الاصحاب المقربين، الاصدقاء والمعارف، ومش هقول كلام انشا موجود في الكتب، انا هقول وجهة نظري. تعال اقول لكم ازاي نحافظ على علاقتنا بالناس وامتى نبعد عنهم. عشان تحافظ على علاقتك بالناس انت محتاج شوية حاجات. اولا انك تكون شخصية محترمة، عارف حدود نفسك وحدود الاخرين معاك ومحدش يتخطى حدوده. ثانيا الوقت، وفر شوية وقت ليهم بمكالمة تليفون او زيارة او مقابلة، لازم تعرفوا اخبار بعض وتطمنوا على بعض. ثالثا زي ما هتستقبل منهم لازم تقدم ليهم، يعني لقيت اهتمام وحب وتقدير هتقدم اهتمام وحب وتقدير، لقيتهم بيبعدوا فالأفضل ليك إنك تبعد وما تفرضش نفسك على حد مش عايزة. رابعا اسمعهم وتقبل اختلاف رأيهم، لازم دايما تسمع الطرف التاني عايز ايه وبيفكر ازاي، ومش لازم يكون بيفكر زيك بالظبط. وبلاش تدخلوا دايما في مواجهة مين الصح ومين الغلط إلا لو المواضيع مهمة جدا ومصيرية. خامسا خليك متسامح غير لوام أو منتقد، بمعنى إن حصل من شخص بتحبه موقف معين وضايقك، قدامك حل من اتنين، يا تلومه وتبعد عنه يا تلومه برضه وتفهمه إنك زعلت وإنت هتزعل في اللحظة اللي عبرت فيها عن مشاعرك وخلص الموضوع. إنما مش كل فترة ترجع تقول فاكر لما عملت، فاكر لما سويت، وتجرح مشاعره وتنتقد تصرفاته في كل مرة تفتحوا فيها موضوع قديم. اللي فات مات، إحنا ولاد النهاردة. من الآخر كده الحفاظ على العلاقة مش محتاج غير حب وحنية وشوية عتاب وقت الزعل عشان ينتهي الزعل. وبالنسبة لأسباب انتهاء العلاقة هم شوية أسباب بسيطة بس في القلوب
كبيرة وعظيمة جدا وبتكون واضحة زي عين الشمس. هي مثلا أول ما تحس إن وجودك زي عدمه أو غير مرغوب فيه، أو بالرغم العتاب على خطأ معين بيحصل وبيتكرر دايما، أو إنه خلاص تم الاستغناء عنك وبقى في بديل، أو إن العلاقة ضغط على مشاعرك وأعصابك. في الحالة دي اهرب بسرعة لأنها علاقة سامة وإنت المتضرر الوحيد. اكسب نفسك وامشي بهدوء وما تتكلمش كتير. وهنا انتهت حلقة النهاردة. مستنية رأيكم في الكومنتات، وتحبوا نتكلم في ايه الحلقة الجاية، ونتقابل في حلقة جديدة من بودكاست لحظات. مع السلامة.